ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده بقى هنعمل كيكة النايتي الجميلة. عارفين النايتي بقى بتاع زمان؟ الكيكة الهشة الخفيفة جدا. شايفين شكل الكيكة عامل ازاي؟ بطريقة سهلة جدا ومقادير كمان اقتصادية، يعني موجودة عندنا في البيت كلها ان شاء الله. بس بجد من انجح واخف ويعني احلى الكيكات بجد اللي ممكن تعملوها، ومحشية كمان كده بالمربى. ده غير ان طريقة تشكيلها سهلة جدا، اللي احنا كنا مفكرينها مثلا صعبة. لو حد فاكرها ان هي صعبة، لا خالص، دي سهلة جدا، مش بتاخد وقت خالص. بس هتطلعي في الاخر كده حاجة حلوة، كيكة خفيفة كده محشية كده بالمربى، شكلها كده حلو. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة جدا. يلا بقى حطوا لي لايك للفيديو واشتراك في قناتي وصفات بيتي اقتصادية لو اول مرة بتشوفوني، وفعلوا جرس الاشعارات على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بنزله. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة هنا في المكونات ببدأ بيها هي بيضة، ببيضة واحدة، يعني مكونات فعلا اقتصادية. بيضة واحدة كسرتها كده الاول في طبق، وبعدين هحطها في شفشق الخلاط وعليها رشة من الفانيليا، وبعدين هضربهم كده الاول لوحدهم في الخلاط. انا هقول المكونات كده وانا شغالة واحدة واحدة، وهكتبها لكم كمان في صندوق الوصف تحت عنوان الفيديو. يبقى هنا اول حاجة بدأنا بيها البيضة. بعد كده السكر، كوباية الا ربع من السكر حطيته على البيضة، وهضربهم كمان، كل مكون بحطه بضربه كده لوحده. بعد كده معايا كوباية من اللبن الدافي ناقصة عقلة صباع، يعني الكوباية اللبن مش مليانة للآخر، ناقصة كده عقلة صباع، واللبن يكون دافي. هنا نص كوباية من الزيت، ويفضل برضو يكون زيت يكون لونه فاتح كده عشان ما يغمقليش الكيكة. والسكر كمان يفضل يكون لون السكر ابيض كده فاتح. كل الحاجات دي بتساعد كده ان الكيكة بتاعتنا تبقى كده فاتحة وحلوة. هنا بعد كده بقى ايه، ما حطيت كل المكونات بقى على بعضها في الخلاط، ضربتهم كده شوية كده حلوين لغاية الخليط ما بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. المواد الجافة بقى معايا هنا في البولة دي كوبايتين من الدقيق ناقصين، يعني كوباية مليانة والكوباية التانية ناقصة برضو عقلة صبع زي كوباية اللبن كده. رشة بسيطة من الملح، معلقة من البيكنج باودر او الكيك شيف، معلقة ممسوحة يعني مش الباكو كله. هنا بنخل الدقيق هنا لتاني مرة، انا كنت نخلته مرة قبل كده لما عايرته، وهنا بنخله تاني لان احنا عارفين طبعا ان كل الكيكات بتحب ان الدقيق يتنخل مرة واتنين وتلاتة عشان يدينا نتيجة افضل. بعد كده بالمضرب اليدوي ده، وهبدأ اخلط كده الدقيق لغاية ما يختفي تماما ويكون معايا الخليط كده مظبوط. طبعا ممكن كان في البداية تشتغلي بالمضرب اليدوي كده من غير الخلاط، يعني كان ممكن تستغني عن الخلاط. هنا بقى بضيف المكون ده بقى كده اللي بيخلي الكيكة برضو هشة وفاتحة كده، هو معلقة من الخل. وده بيساعد كمان ان البيكنج باودر يشتغل كده كويس، فهو محسن حلو للكيكات يعني عموما. بس هخلطه بقى كويس كده، ده بيكون قوام كده الخليط بتكون يعني مش مية قوي مش خفيفة قوي ولا تقيلة، يعني ما تكونش تقيلة عشان خاطر الكيك ما يطلعش معاكم تقيل. هنا في الطبق ده بقى بنقص معلقتين اتنين من الخليط ده، دول اللي هزوق بيهم بقى الوش. هحط عليهم معلقة صغيرة من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى، ومعلقتين من اللبن، وهدوبهم كده في بعض لغاية الكاكاو ما يختفي كده تماما، ويكون الخليط معايا زي خليط الكيك كده عادي. يبقى هنا معلقتين بس من الخليط، معلقة صغيرة كاكاو خام مسباني، ومعلقتين من اللبن. بعد ما بخلطهم كده بحطهم في كيس حلواني، اللي هو الكيس اللي هو ابو جنيه ده، اللي هو استخدام المرة الواحدة عشان اعرف اشكل بيه. بعد كده جبت الصينية بتاعت اللي هسوي فيها الكيك، دي الصينية الكبيرة اللي هي في الطقم اللي هو الثلاث صواني الطوال دولت. دي اكبر صينية، او ممكن لو عندك صاج مقاس 20 في 30 هيكون برضو كويس، اللي هو الصاج اللي بتبقى يعني حرفه صغير كده شوية، ده او ده يعني. بعد كده بفضي بقى خليط الكيك اللي عندي بقى كله في هنا الصاج. هنا حطيت ورقة زبدة، ودهنت برضو مسحة كده بسيطة من الزيت على ورق الزبدة، لان احيانا ورق الزبدة مش بيبقى نوعه كويس فالحاجة بتلزق فيه برضو. بعد كده بالراحة بحاول اسوي بقى الكيك هنا في الصينية عشان خاطر يطلع كده معايا مظبوط من الفرن، ما يكونش بقى حتة عالية وحتة يعني حتة رفيعة وحتة تخينة، فانا عايزاه كده بقدر الامكان يطلع معايا متساوي.
بخبط الصينية مرة واحدة كده عشان خاطر بتساوي الكيك في الصينية. بعد كده اما حطيت بقى الخليط التاني في كيس الحلواني كده، فتحته بقى فتحة صغيرة كده بالمقص، وبدي بقى خطوط كده بالعرض وتكون قريبة من بعضها مش بعيدة. بس انا طبعا يعني وانا بعمل كده مش عارفة ايدي بترتعش كده، الخطوط يعني مش مظبوطة معايا. انتوا حاولوا تخلوها كده تكون قريبة، المسافات تكون يعني متساوية، بس في الاخر لما هنشكلها يعني هتظبط معانا. إيه لو ما عندكيش بقى الكيس الحلواني ده، ممكن بكيس من التلاجة، الكيس اللي هي بتاعة اللبن دي، هتحطي فيها وتقطعيه برضو كده فتحة صغيرة كده بالمقص، هيأدي برضو الغرض. بعد كده بجيب الخلة بتاعة الشيش طاووق او خلة الاسنان الصغيرة او بطرف سكينة رفيعة، وبعمل بقى الشكل ده بالطول كده، مرة يعني شمال ومرة يمين، زي ما انتوا شايفين كده، عشان تدينا الشكل الحلو ده اللي كان على شكل الكيكة اللي شفتها كده في اول الفيديو. في الوقت ده طبعا مولعة انا الفرن يسخن، اول ما بدأت اشكل فيه الكيكة بتاعتي يسخن. بعد كده هديته، حطيت الصينية على الرف كده في النص، هديت النار، بياخد في الفرن تقريبا 20 دقيقة. إيه لو استوى ولقيتيه من فوق لسه لونه فاتح، هتولعي الشواية 5 دقايق كده بس ياخد اللون الحلو ده زي ما شفتوه، وتطلعيه على طول، ما تطولهوش في الفرن اكتر من كده عشان ما ينشفش منك. بعد كده سبت الكيك يهدى شوية، يعني كان دافي كده يعني يبرد شوية كده مني. وبعدين حطيت كده ورقة زبدة، او ممكن تفتحي كيس كده، يعني كيس كده نضيف، وتقلبي عليه الكيكة. بعد كده انا بقيس هنا الكيكة بتاعتي كده كام سنتي عشان اقسمها بالنص يكون المتساوية يعني. وبحط بقى هنا بحشيها مربى فراولة على نص الكيك اللي انا قسمته. والمربى بقى لو تقيلة مكتلة معاكي هتهرسيها كده شوية عشان خاطر يعني تعرفي توزعيها كده شوية على الكيك. زي ما انتوا شايفين كده هوزع على النص اللي انا قسمته. بس كده هجيب بقى نص الكيكة التانية وهقلبها عليها. الكيكة معايا هشة وجميلة وسفنجية، وشايفين بقى الرسمة بقى اللي على الوش دي، يعني عطيها شكل حلو كده اكننا احنا مزينينها كده بصوص شوكولاتة ولا حاجة. بعد كده بساوي بقى الاطراف، بشيل طرف رفيع جدا يعني كده، شايفين بوريكم هنا الكيكة هشة ازاي، فبشيل طرف كده رفيع عشان خاطر يعني اساوي معايا الكيكة لما اقطعه تكون القطع كده متساوية. وبعدين بقى هقسمه كده بالنص، وبعدين هقطعه بالعرض بقى على حسب ما انت عايزة حجم القطعة. انا عملته كده الحجم اللي هو المعقول، كان تقريبا 4 سنتي، يعني العرض كده تقريبا 4 سنتي. شايفين بقى الكيكة عامل ازاي، شايفين لونه فاتح يعني بجد، الإضاءة ظلماء، اللون الكيكة فاتح جدا، والكيكة هشة جدا وطعمها حلو قوي. ويعني في السكر ان حاطه مقدار الكوبايه الا ربع، ما تزودوش عن كده عشان خدوا بالكم ان احنا هنحشي هنا مربى، فعشان ما يبقاش الكيك معاكم مسكر جامد. والقطعه كده مظبوطه، وحجم الكيك في الصينيه كان مظبوط معايا، يعني الحجم اللي انا عملته كده في الصينيه، عشان طبعا لما عملناه كده قطعتين على بعض فكان الحجم مظبوط معايا وزي الفل. شايفين بقى طلعت معانا 10 قطع من الكيكة النايت الجميلة، غير طبعا الحروف يعني طبعا مش بتترمى، بناكلها بتبقى جميلة. بس بجد طريقة ناجحة جدا، المقادير دي مظبوطة، امشوا على الخطوات والمقادير هتطلع معاكم كيكة ناجحة وسهلة وسريعة، وكمان مقاديرها برضو يعني اقتصادية. هسيب لكم المقادير المكتوبة تحت في صندوق الوصف، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.